ازيكم يا حلوين؟ عاملين ايه؟ تعالوا مع بعض بقى المستين المغضوب عليهم في البيت ومحدش راضي ياكلهم. تعالوا نعمل بيهم بقى ايه حاجه حلوه كده. هنعمل بيهم بان كيك. بقى هبتدي ان انا اقشرهم. وتقدروا بقى لو موز يعني اطرى من كده كمان هينجح في الوصفه دي اكتر. وهبتدي ان انا بقى اهرسهم هرسه محترمه لغايه ما يتهرسوا خالص معايا. زي ما احنا شايفين كده. بجد طعمها خطير بصراحة. انا اول مرة اعملها وطلعت تحفة ونجحت من اول مرة وما خدتش يعني حرفيا 7 دقايق. حطيت موزتين وعليهم بضاية وكيس فانيليا. هبتدي بقى اقلب. طبعا انا مش هحط سكر عشان هكتفي بالسكر اللي في الموز. عايزين تحطوا سكر براحتكم، بس اكتفوا بالسكر اللي في الموز. ولو هتحطوا شوكولاته سايحه بعد كده على الوش عسل فما يبقاش محلي قوي. حطيت بالظبط 3 معالق دقيق. عدد معالق الدقيق هم عدد معالق اللبن. حطيت 3 معالق دقيق، هحط 3 معالق لبن. طبعا عايزه تزودي الكميه وتزودي الموز. الدقيق بيبقى زي اللبن. حطيتي كوبايه دقيق هتحطي كوبايه لبن. ويفضل طبعا الدقيق يكون منخول علشان العجينه تبقى سوفت كده وناعمه وجميله، ما يبقاش فيها اي تكتلات. هبتدي ان انا اضربهم مع بعض. هي بتبقى عجينه يعني متماسكه شويه عن عجينه الكيك، بس بجد تحفه. يعني انا عايزه اقول لكم ريحتها كده لوحدها، يا ريت تكونوا تشموا الريحه بجد، تتاكل لوحدها كده. انا جبت طبعا طاسه تكون ما بتلزقش. جربت حطيت فيها شويه زيت، بس يعني جربت بالزيت وجربت من غير زيت. طبعا يفضل ان هي بتبقى من غير زيت. يعني اول طاسه دي جربتها بالزيت. هي اتحمرت معايا بسرعه وشربت زيت، بس طالما كده كده هي الطاسه ما بتلزقش فما تحطوش زيت. يعني الطاسه التانية اللي بعدها انا يعني مسحت الزيت اللي فيها زي ما احنا شايفين اهو. بصوا دي بالزيت ما اتحمرت الناحيه التانية. هي عامله يعني شبه عجينه القطايف بالظبط. يعني ما تبتدوا تلاقوا فيها فقاعات. بصوا دي الطاسه التانية مسحت الزيت. بصوا ما تبتدي تعمل فقاعات كده من على الوش زي عجينه القطايف، نروح قلبنا على الوش التاني على طول. بجد ما بتاخدش دقيقه على النار. تسخنوا الطاسه كويس جدا، وبعد كده تروحوا مخلينها نار متوسطه. بصوا ما شاء الله جميله. يعني عجبتني اللي من غير زيت اكتر من الزيت، عشان طبعا مش شاربه زيت بقى وبتبقى هيلثي اكتر وجميله. بجد اولادكم هيحبوها. ده الشكل النهائي بجد تحفه. يا ريت تجربوها وتقولوا لي رايكم. بجد عجبتني قوي واولادكم كمان هتعجبهم باذن الله. جربوها وقولوا لي رايكم في الكومنتات. وده كان فيديو النهارده. اشوفكم في فيديو جديد على خير ان شاء الله.